دي اخر حلقه في الفلوينسي، واللي كنا بنتكلم فيها ازاي تركز على الكونتنت، المحتوى نفسه، ويكون فيه قيمه في الكلام اللي انت بتقوله، رايك بتعرف تعبره بكل وضوح وصراحه، وبتعرف تشرح وتدي امثله بكل اريحيه، وتبعد عن المظهر زي النطق والكلمات. كده كده بنركز عليهم بس ما يكونش كل تركيزك عليهم بس. الفكره من الفلوينسي ان هي الوحيده بتقدر تنقلك مستواك، طبعا بمساعده النطق. دي اللي تخليك انت تنقل من الزون اللي انت فيها لزون اعلى، عشان انت هتكون بتتكلم اكتر وبتديليفر معاني وكونتنت ومحتوى اكتر. النهارده هنتكلم عن 9 نصايح تقدر تعلي بيهم الفلوينسي عندك، ده طبعا بجانب الثلاث فيديوهات اللي فاتت وتقدر ترجع لهم في القناه. رقم 1 duration of speaking، او هو التايم والليميت بتاعك وانت بتتكلم، وانك بتجاوب على كل سؤال. خلينا متفقين ان انت طالما بتتكلم انجليزي فده معناه انك بتعمل محادثات مع شخص قدامك، فلو كل سؤال بيتسالك ايا كان، مثلا انت شغلانتك ايه، بتعمل ايه، عملت ايه امبارح، رحت فين، لو كل سؤال بتجاوب عليه في فتره مثلا من دقيقه لدقيقتين او اكتر، فالموضوع هيبقى ممل جدا، وانت كده عديت الليميت المسموح لك بيه، ويبقى المحادثه ممله والشخص اللي قدامك هيقفل منك. الفكره انك بقيت تديله محاضره، وكل سؤال بيساله لك بقيت تعمل فيه برزنتيشن، وما بقتش خالص محادثه رايحه جايه. خلي ليك ليميت، ده كحاجه نظريه ممكن تمشي عليها، من نص دقيقه لدقيقه، ممكن اقل كمان طبعا، ده لو عرفت. الفلوينسي معناه انك تكون مرتاح في الكلام والناس اللي معاك مرتاحه في الكلام. فلو انا شخص رخم رغاي طول الوقت حتى بالعربي، فده مش معناه خالص ان انا فلوينت. الفلوينسي ان انا بريحك وانا بستريح. رقم 2 break down complex ideas، وده معناه انك تسهل المعلومه. باختصار خالص، انا فاكر ان كان في حد بيكلمني عن حاجه اسمها الدوده الحلزونيه، فانا طبعا اتخضيت الدوده الحلزونيه دي، بس هو الصراحه على طول شرحها لي بطريقه سهله جدا، اللي هو حاجه في البطن وحاجه بتبقى في الامعاء وكده، يعني على حسب ما اتذكر. يعني الفكره ان هو هنا في كومبلكس ايديا، في حاجه هنا معقده او صعبه بالنسبه لي عشان مش متخصص في الطب او اي مجال هو فيه، هو سهل لي الدنيا وخلى في اكسبلانيشن سهل عشان الدنيا تبقى ماشيه بسريع. وده بيحصل في الحياه الطبيعيه بتاعتنا جدا. يعني مثلا اقول لك الذكاء الاصطناعي، في ناس لغايه دلوقتي ما تعرفش يعني ايه ذكاء اصطناعي. الجاثوم ما حدش يعرفه، الرأسمالية، الاشتراكية، المحلل and so on. نقطة break down complex ideas ممكن تحصل بأكتر من طريقة. رقم 1 انك تسهل الدنيا بطريقة سهلة وتشرحها، زي مثلا تحقيق الكتب. يعني ايه تحقيق الكتب؟ يقول لك انك تجيب المخطوطات القديمة وتحاول تخليها حديثة من دلوقتي، وتشوف بقى تفك الخطوط القديمة وطريقة الكتابة القديمة دي بالحبر القديم على الورق القديم، وتخليها في كتب حديثة أو طريقة PDF. فده معناه تحقيق الكتب. طريقة تانية بتكون عن طريق simile وميتافور، تشبيه والاستعارة، انك بتشبه حاجة بحاجة او بتستعير حاجه بحاجه، وده بالظبط زي الايديومز. وبرده مش شرط ايديومز، برده بيكون عن طريق حاجات تانية، انك بتقول مثلا فلانه دي عامله زي الحربايه، فانت بتسهل الدنيا بدل ما تشرح في مده طويله وتفضل تحكي وتقول ده اصلا بتعمل وبتوقع بين فلان وفلان، فتقول ايه فلانه دي زي الحربايه، لسانه زي السن، وهكذا. ودي من امتع الطرق اللي ممكن تستخدمها وانت بتتكلم انجليزي، بتخلي الموضوع ممتع كده وكات تو ذا تشيس، بتوصل المعلومه سريع جدا. رقم 3 باست اكسبيرينس، ومن اسمها كده انت بتحكي موقف حصل زمان وانا صغير حصل معايا كذا وبس. رقم 4 telling jokes، انك تقول نكت وافيهات. مش شرط تالف نكته، انت ممكن تكون عارف النكته او تقلش على حاجه معينه، حد مثلا قال حاجه بالانجليزي فانت تقلش عليه، تمام؟ زي مثلا حد غلط في نطق كلمه فتفضل تقلش عليه، طبعا عن طريق الهزار. فده برضو بيوصل الدنيا بتبقى اجمل، وبتخلي المحادثه ممتعه اكتر واكتر، بدل ما تكون كده ستريكت وكل واحد يتكلم مده طويله ويعمل برزنتيشن ويدي محاضره للتاني. خليها ايزي. رقم 5 تون اوف فويس، او نبره الصوت اللي بتوصل المعنى. النقطه دي مهمه جدا، بتفرق في الفلوينسي والبرونسيشن، وبتفرق في السبيكنج بتاعك ان جنرال. تخيل بتتكلم كلام ما فيهوش اي مشاعر خالص، ولا يسعفك ان انت بتنطق الكلمه دي صح ولا لا، خلاص الدنيا باظت، مفيش مشاعر بتوصلها، مفيش اي كونكشن ما بينك وبين الشخص اللي قدامك. تعالوا ناخد مثال. First steps are always important. It can deliver everything to you. Not because you just like failed the first time, that means you're gonna fail every time. Just go on. الطريقة التانية بقى بالتون voice. First steps are always important. Not because you just like failed the first time, you're gonna be failing every time. Just go on. It's gonna be fine. رقم 6 contrast details، انك تقول جملتين عكس بعض عشان توصل المعنى اكتر وتكمل المحادثة. تخيل مثلا حد بيقول لك do you like sports، فانت قلت له no وسكت، فما تكمل المحادثة، يقول لك لا ما انا ما بحبش سبورتس، مش كاري، خلاص كارف النهارده المحادثه، مش هنقدر نعمل محادثه النهارده. يكون الافضل لو انت قلت no I don't like sports but I'd rather be talking about traveling. This is what I'm interested in at current time. I would love to travel to America one day. الفكره مش بس انك بتعكس الكلام، الفكره بتقول انا مش بحب كذا بس بحب كذا، او مش بحب كذا على الرغم من كذا، وهكذا. فالفكره هنا انت بتكونتراست ديتيلز، حاجتين somehow عكس بعض او متعارضين مع بعض، زي ما انت بتعمل كده سويتش في الكلام. رقم 7 descriptive language، اني بوصف الحاجه اللي قدامي سواء شخص او حاجه. يعني مثلا بدل ما اقول the beach is beautiful وبس كده، عشان اوصف المكان ممكن اقول the beach is an enhancing paradise that captivates all who visit. The powdery white sand stretches as far as the eye can see, glistening under the warm golden
son. رقم 8 مهمة قوي في المحادثة عشان توضح الفروقات، وهي الكومبيرنج. بتوضح الفروقات ما بين مكانين، مثلا العيشة في مصر والعيشة في أمريكا، أو العيشة في مصر المميزات والعيوب. فأنت بتوضح الفروقات ما بين الاثنين، مش بتتكلم عن جانب واحد بس وتهمل التاني. رقم 9 والأخيرة هتكون speaking rate، واتكلمنا عنها في أول فيديو في السلسلة، إنك بتتكلم أسرع، وعشان تتكلم أسرع ففي 4 نقط هتوقفك. رقم 1 فلونسي، لو أنت ما عندكش أفكار أو مش عارف توصل المعلومة بطريقة سهلة. رقم 2 هتكون pronunciation، وتكون أنت مش عارف connected speech، ازاي تدمج الكلام linking assimilation intonation sentence stress word stress syllables and so on، وده تلاقيه في كامس تليجرام، ممكن تسالنا عنها على الخاص. رقم 3 الجرامر، ولا نبقى في تفصيلات بجد ما فيهاش اي فرق في السبيكنج، زي الفرق ما بين will و going to، زي الفرق ما بين I'm talking و I talk. رقم 4 بتكون الفوكابيلاري، الكلمات. لو ده بتحصل بسبب حاجتين، يا اما انت ما عندكش حصيله كلمات قويه فطبعا لازم تقويها بالكونتكست والكلمات انت بتحتاج تستخدمها في التوبكس اللي انت محتاجها، مش اي كلمات وخلاص. والنقطة التانية انك بتكون تنسى الكلمات، وده عادي جدا. الفكرة انك لو نسيت كلمة او مش عارف معنى الكلمة اللي رقم 1، بتحاول تفت ان بالسياق، بتحاول تشرح الكلمة دي بطريقة سهلة وسلسة بتوصل بقى المضمون بكلمات تانية. وبس كده. ما تنساش تشترك في القناة وتتابع سلسلة فلونسي اللي مكونة من 4 حلقات، ودي كانت اخر حلقة منهم. باي.